الشهر هيخلص امتى؟ اسأل EO months وسيبك من الحيرة، مش عارف فبراير 28 ولا 29 برضه اسأل EO months حافظهم كلهم. النهارده برضه احنا هنجاوب على سؤال الأستاذ محمد جمال، طب ليه كتبنا في واحد في دالة EO months؟ دالة EO months وظيفتها الأول إن هي بتجيب لي آخر يوم في الشهر، بتعرفني إن كان الشهر 31 ولا 28 ولا 30 ولا وهكذا. تمام؟ نبدأ كده، هنقول بتساوي EO months افتح قوس، ناخد الخلية اللي مكتوب فيها التاريخ كوما. أنا عايز أعرف بقى آخر يوم في الشهر اللي أنا محدده في الخلية دي ولا الشهر اللي فات ولا الشهر القادم. الأول هنقول الشهر اللي احنا فيه، إن الشهر اللي احنا فيه أو الشهر الحالي هتبقى بتساوي صفر، يبقى كده أنا اخترت صفر، يبقى قال لي شهر 1 2026 آخره يوم 31/1/26. طب لو أنا عاوز أعرف الشهر الماضي هنقول بتساوي EO months ونحدد على الخلية اللي فيها الشهر كوما ونقول له -1 ونقفل القوس انتر، جاب لي آخر يوم في الشهر اللي فات اللي هو كان شهر 12 2025 كان يوم 31 برضه. طب لو أنا عاوز الشهر القادم هنقول بتساوي EO months ونفتح القوس ونعلم على الخلية وكوما ونقول 1 واقفل القوس وانتر. اهو قال لي الشهر الجاي من شهر يناير 2026 شهر 2 هيكون آخر يوم فيه 28/2/26. كده عرفت ايه الفرق ما بين الصفر والواحد والسالب واحد مع دالة الاي او مانس. تمام. وممكن برضه اسحب المعادلة بتاعتي على كل الخلايا عشان تسمع معايا على الرينج كله. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. لو عندك اي استفسار سيبه لنا في التعليقات واحنا هنجاوب عليه في الفيديو الجاي.